مروف ينجي قورتري مخلوق لسر روی جهانية وما في وي چه عالية زاغون إلهي وچه زاغون ما في مروفي ته پاراستن هر وها ده پیمان نتوانیا گرتی پاراستنا ما في کس کم و کنه لسر في آخه دکه لیده دیرو کابسته چلا 2018 ده جعالیه دولت ترک آدا کرکر و کم منوی ین جهادی و هاتیه قوماندن لیده جیوان همو قانون الهی و ما في مروفی مو دروجه نابوری ده دولت ترک آدا کرکر بکم برماهی رخصتین ترور داعشه تبدگریا آکو دلیسته جهانی ترور دا جهدگره و به ایریشا کتون بکارانی نجوره چک پیشکتی و چک قدخکری یه ناف دولتی لسر هرم عفن آبا کور سوریه پیک آنی لیده درجاهی کریزا سوریه ده جه همو پیکاته سوری بو بیکو فرقا نشتجه و ین رسن ین کرد هبه و نزیکی 400,000 کجبانش تباهی اردگاری سوریه دناب خواده ده هوان شروع یکم آدا کرکرین و دولت ترک آدا کرکر دست به گوهارتنا دموگرافیا هرمی او گوهارتنا ناسنامه دروکی و دموگرافیا هرمی کر و بدار زوره کجبر کرنا نشتجه نوه و جهوله را کرنا کارکتر کرد جناب و بناب جای کرمنج حتی نها نقشه عثمانی ده هر وها به گوهارتنا اولی یا لگند ازدیان و آوا کرنا مزگفتان لوان گندان ویران کرنا و خراب کرنا مزارین ازدیان ینگو دیرک وان به 1000 سالانن حتی گونه باب و کار ماجی جهویتی وان رزگار نبونه دشاف جشن ایزی ده لگند باسفان ایل سر شراوا کافرین گونه باب و کار ما هلوشاندن بوان کریانه کو دوان 5 سالن بوری ده بردام دکن نشان ده کو حکومت داد و گشبرین دو سرکمار و اردوغان کین و نفرک چاوا لدج کردان بگشتی و ازدیان به تایبتی دکه حتی کافر جی بویا هدف کیناوان دوان 5 سالان ده ما کار هین بن پیک گرنین دولت داگر کر و کمن گردای و یین لدج کردین ازدی بکو لورج جبر و تگلی ببلغه بکن. خلال 5 سنوات استطعنا توثيق بعض من الانتهاكات دولة الاحتلال والفصائل التابعة لها بحق الكرد اليزيديين نظرا لشحن معلومات من الداخل بسبب خوف من يتواجد هناك من التواصل معنا وهي كتالي: حالات القتل العام 9 وكذلك سبب في وفاة 11 شخصا من عائلة واحدة نتيجة هربهم من عفرين عند اجتياح وتفجير لهم بسيارتهم واستشهادهم جميعا. حالات الخطف والاعتقال القسري تحت حجج واهي وفرض الفدية 180,000. تدمير وتخريب 16 مزارا من أصل 19 والعبث بمحتوياتهم وتدمير شهود مقابر اليزيديين. تدمير مقر اليزيديين في مركز مدينة عفرين وبناء مدارس دينية للإسلام المتطرف باسم مدرسة الإمام والخطيب. بناء جوامع في القرى اليزيدية وفتح مدارس ومراكز لتحفيظ القرآن وفرض الدين الإسلامي على من تبقى في الداخل عبر منظمات تابعة لمنظمة الإخوان المسلمين العالمية المتطرفة. تسكين عوائل المسلحين في بيوت المهاجرين قسرا من عفرين وبناء مستوطنات لهم في القرى اليزيدية مثل مستوطنة التعاون في قرية وافليون اليزيدية ومستوطنة بسمة في قرية شادير اليزيدية. كل هذا وأكثر يحدث بتوجيه من الاستخبارات التركية ووقف الدولة التركية التي تريد تغيير هوية عفرين الكردية واليزيديين. لذلك نحن اتحاد اليزيديين في عفرين واتحاد المرأة اليزيدية في روج آفا ومجلس شهداء المهاجرين قصرا إلى الشهباء بيد دولة الاحتلال التركي ندين وبشدة هذا الاحتلال وهذه الانتهاكات بحق شعبنا خلال ال5 سنوات المنصرمة ونظرا لتواجد هيئة تحرير الشام التي هي مصنفة أيضا على لوائح الإرهاب العالمية. نطلب من التحالف الدولي ضد الإرهاب وقوات سوريا الديمقراطية بقيام بواجبهم في تحرير عفرين من هذا الإرهاب وكذلك نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على تركيا وإجبارها على الخروج من أقليم عفرين وباقي المناطق المحتلة من شمال السوري.